من اكتر الاحاديث اللي اثرت فيا في حياتي بجد من يوم ما سمعته، وانا اي علاقه في حياتي محرمه قطعتها بسبب الحديث ده. الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرفع لكل غادر لواء يوم القيامه بغدرته مرفوعا في استه. ايه استه ده؟ استه يعني في مؤخرته، في دبر فتحه الشرف. فتخيل اعزك الله ان يبقى واحد من اهل الجنه واقف على باب الجنه منتظر انه يدخل الجنه، واقف على القنطره وسط الصحابه والانبياء وكل الصالحين من الصحبه الصالحه اللي كان يعرفها في الدنيا، ويفاجأ بان الناس بتقول له: ايه ده؟ ايه اللي مرفوع عندك ده؟ يفاجأ بلواء علم مكتوب عليه: يا فلان ابن فلان. الاب اللي هو غدر بيه في بنته، ويقال: يا فلان ابن فلان ان هذا قد غدر بك في اهل بيتك. عاوزك تتخيل الفضيحه ساعتها قدام الاشهاد في ارض المحشر، ان الشاب ده وممكن يكون كان دي علاقه ونساها ما تابش منها، لو كان تاب منها كان ربنا سبحانه وتعالى ستره عليها، ولكن ممكن يكون كانت علاقه وهو اتجوز وهي اتجوزت ونست. فايه اللي يحصل؟ يبقى هو واقف يوم القيامه يلاقي لواء مرفوع في استه مكتوب عليه: يا فلان ابن فلان، نداء لابوها، ومكتوب عليه: إن فلان ابن فلان اسمك قد غدر بك في أهل بيتك. عاوزك تتخيل بقى أصحاب أبوها هم بينادوه، إن ده فضيحة بقى قدام أرض المحشر كلها، إن مكتوب: يا فلان يا فلان الحق. عاوز تتخيل معاه المنظر: يا فلان الحق، ده في واحد واقف قدام على القنطرة مرفوع عليها علم ومكتوب عليه اسمك، نداء ليك بيتقال: يا فلان ابن فلان إن فلان هذا قد غدر بك في أهل بيتك. وشوف الكلمة بقى معممة، مش متقال اسم بنته ولا مراته، مكتوب بقى: غدر بك في أهل بيتك. فإنه كل واحد يسرح بقى في خياله إن يا ترى كانت المشكلة مع مين بالظبط. عاوزك بقى تتخيل إحساس الأب ده فارس وهو جاي بيجري مفزوع على القنطرة في أرض المحشر قدام أصحابه وقدام أهله وقدام معارفه، وهو جاي بيدور على الشخص اللي اتفضح بسببه ده. فأول ما يشوف الشخص ده ويشوف العالم ده: إن فلان قد غدر بك في أهل بيتك، إيه اللي يتقال له بقى؟ يقال: خذ من حسناته حتى ترضى. يتقال له إيه؟ حتى ترضى. حتى ترضى، يعني خذ من حسناته لحد ما ترضى. عاوزك تتخيل معايا تخيل بسيط، إنك لو أنت مكان الشخص ده واتفضحت الفضيحة دي قدام الناس كلها وقدام الأشهاد كلها على أرض المحشر، ويتقال لك: خذ من حسناته حتى ترضى، وانت لحد دلوقتي لسه ما عرفتش كمان هو غدر بيك بمين في اهل بيتك، مين بالظبط، بنتك ولا مراتك وايه، والكلمه عامه فمش متقال غدر عمل ايه بالظبط. فالكلمه انت مش متخيل توسع الظنون وتوسع الفضيحه على كل اهل بيتك وعلى اقصى تخيل ممكن يخطر على بال حد. يا ترى غدر انه عمل ايه؟ يا ترى زنى ولا غلط ولا كذا ولا كذا ولا كذا؟ ويتقال: خذ من حسناته حتى ترضى. بالله عليك، اي راجل عنده ذره رجوله يا محمد هيسيب معاك حسنه واحده بس ساعتها؟ لا طبعا. اكيد. فتخيل انه مش بس ممكن انه ياخد كل الحسنات اللي معاك، ودي ايه؟ مش كل الحسنات اللي انت عملتها في عمرك، لا، دي الحسنات الخالصه لوجه الله بجد من كل عملك. مش اللي هو نظام ايه، ان في الجيم ابقى عشان شكل حلو وعشان لله، لا، ده الحسنات اللي انت نجيت بيها من على الصراط ووصلت بيها للقنطرة، دي الحسنات اللي كانت خالصة لله تماما بنسبة 100%. يعني ممكن تكون جزء بسيط من عملك أصلا. فتخيل إنه هياخد من خلاصة حسناتك، يعني هياخدها من حباب عينيك. انت متخيل الوضع عامل ازاي؟ ومش كده وبس، لو هو معاه أي سيئات لسه يضع عليك كمان من سيئاته. ما هو ممكن لا يرضى بأنه خد بس كمان إيه حسناتك، لا، ويحط عليك من سيئاته. وايه اللي هيحصل ساعتها؟ انا عاوزك تتخيل انه من بعد ما خد كل حسناتك وحط عليك سيئاته، ان الشخص ده، يعني ربنا يعافينا بعيد عني وعنك، ان هذا الشخص من بعد ما كان واقف على باب الجنه ومستني انه يدخل الجنه وسط اصحابه وسط معارفه وسط اهله وسط النبي والصحابه اللي شايفهم، تخيل انه فجاه بعد ما نجا من الصراط، بعد ما اتخذت منه حسناته واتحطت عليه السيئات، يرجع يقع تاني في النار.